من الاسباب اللي بتخلي الحمام يسيب البيض على الرغم ان هو مخصب الخوف. في حمام بطبيعته خواف او جبان، قل حركة سواء منك انت او من وجود اطفال او من وجود فار او حاجة في المكان تخوفه وتخليه يسيب البيض. تاني سبب وده بيحصل في الشتاء اكتر، ان الحمام يجوع ويبرد، فعشان كده بنقول اللي تحتيه بيض فضل ان انت تحط له وجبة خفيفة اخر اليوم. بتبقى النتاية هي اللي اخر اليوم والذكر بيعوم على عمها، فلازم نهتم خاصة بالنتاية. تالت سبب ان البيض اساسا ما يكونش مخصص او ما ترقدش عليه كويس، فالحمام بيفضل 21 يوم راقد ويعدي ال21 ما يفقش يروح سايب. كمان وجود حشرات سواء في الحمام او في المكان تخليه مش مرتاح في عملية الرقد. كمان لو حمام اول شغل ليه لسه ما عندوش الخبرة في التحضير. كمان في حمام لما بتيجي تنظف تحتيه وتغير اتجاه الطاجن يخليه يسيب البيض. خلاصة كلامي، لو حمامك بيخاف أمن له المكان أو البيئة المناسبة اللي يطمنه سواء منك أو من اللي حواليك. نظف المكان من الحشرات، عندك الأكتوموسرين والإفريزين موجودين في الصيدلية البشرية 5 سنتي على لتر مية. ولو حمام أول شغل ليه استنى عليه العش التاني، لو الموضوع اتكرر غير الأزواج ودفي وما تجوعش الحمام اللي تحتيه حصى.